في يوم من الأيام علو كان قاعد على الموبايل زي أي شاب عادي. فجأة ظهر له فيديو اتعلم برمجة من الصفر وابدأ اكسب بالدولار. فحلو وقف عند الجملة دي. دولار؟ يعني شغل من البيت؟ يعني لابتوب وإنترنت؟ يعني أتعلم مهارة وأقبض من بره؟ وبدأ الحماس يشتغل. علو قال لنفسه هو أنا أقل من الناس دي في إيه؟ أنا هتعلم برمجة. بس المشكلة إن علوة بدأ زي أغلب الناس بحماس كبير وخطة صفر. أول أسبوع علوة فتح يوتيوب وكتب تعلم البرمجة من الصفر. فجأة طلع له HTML، بعدها CSS، شوية جافا سكريبت، ومنها بايثون، بعدها فلاتر، بعدها AI، بعدها باك إند، وآخر حاجة شافها ممكن وغير كمان شاف كتير سايبر سيكيورتي مثلا. كل فيديو بيقول له ده أفضل مجال. فعلوة اتلخبط، يوم يتعلم ويب، يوم يتعلم بايثون، يوم يسمع عن فلاتر، يوم يشوف حد بيقول له AI agents هي المستقبل. وبعد شهر كامل اكتشف انه اتفرج كتير بس ما وصلش لحاجة. ومنها أخطر حاجة في بداية البرمجة مش إنك تختار مجال غلط، أخطر حاجة إنك تفضل تغير المجال كل أسبوع. بعد التشتت ده كله بقى علوة قرر يسأل شخص فاهم. قال له أنا أتعلم إيه؟ فالشخص ده قال له إيه؟ اختار طريق واضح واديله 6 شهور بجد. لو عايز ويب ابدأ برياكت أو جافا سكريبت أو CSS أو HTML أو حتى نيكست جي اس. ولو عايز موبايل ابدأ بدارت وفلاتر. ولو عايز باك اند ابدأ بنوت جي اس او دوت نت او لارافيل وتعلم قواعد بيانات واي بي ايز. لكن ما ينفعش تبدأ كلهم مع بعض. علو اختار الطريق الواضح. قال انا هبدأ فلاتر موبايل ديفلوبمنت. ليه؟ لانه كان بيحب التطبيقات وعايز يشوف نتيجة شغله على الموبايل. ومن هنا بدأت الرحلة. علو بدأ يتعلم. اول يوم كتب كود، الكود ما اشتغلش. تاني يوم ظهر له ايرور احمر. تالت يوم حاول يعمل لوجن سكرين، التطبيق وقع. بدأ يقول انا شكلي مش نافع في البرمجة. وهنا لازم نقف، لان دي اللحظة اللي ناس كتير بتسيب فيها المجال. مش لانهم فاشلين، لكن لانهم كانوا فاكرين ان البرمجة هتبقى سهلة وممتعة طوال الوقت. الحقيقة ان البرمجة في البداية عبارة عن ايرور، بحث، تجربة، فشل، تعديل، ثم لحظة صغيرة يشتغل فيها الكود وتفرح. ودي اللعبة. المبرمج مش الشخص اللي الكود بيشتغل معاه من أول مرة. المبرمج هو الشخص اللي بيعرف يتعامل مع الخطأ لحد ما يحله. بعد 3 شهور علوة اكتشف حاجة مهمة جدا. هو اتفرج على كورسات كتير بس لما يفتح مشروع لوحده يحصل له شلل دماغي. ليه؟ لأنه كان بيتعلم بشكل سلبي. يتفرج، يكتب ورا المحاضر، يحس إنه فاهم، لكن أول ما يبدأ لوحده ينسى. فقرر يغير الطريقة. بدل ما يقول هخلص كورس فلاتر، لا، قال هعمل 5 مشاريع صغيرة. أول مشروع وليكن تو دو ليست، تاني مشروع تطبيق ويذر اب مثلا، تالت مشروع تطبيق نوتس، رابع مشروع لوج ان وبروفايل، وخامس مشروع ممكن بيانات، تطبيق بيجيب بيانات من الاي بي اي، وهكذا. وهنا بدأ يفهم. لأن المشاريع الصغيرة بتعلمك اللي الكورسات مش بتعلمه: تنظيم الملفات والتعامل مع الأخطاء وبناء يو اي حقيقي و API وستيت مانجمنت وتخزين بيانات وديباجنج. وده الفرق بين واحد شاف كورس وواحد بنى حاجة فعليا بإيده. بعد شوية مشاريع بقى علو قرر يعمل بورتفوليو. مش بورتفوليو خرافي، بس صفحة بسيطة فيها كده اسمه وتخصصه وكم مشروع اللي عملهم، 5 6 كده ولا حاجة، وسكرين شوتس ولينك جيت هاب ولينكد ان وطرق التواصل ليه. وكان كل مشروع يحط له الوصف، المشكلة والحل والتقنيات المستخدمة وصور كده من التطبيقات وايه اللي اتعلمه. وهنا فهم درس مهم جدا: العميل او الشركة مش هتصدقك لمجرد انك كاتب فلاتر ديفلوبر. لازم يشوف شغل. البورتفوليو مش رفاهية، البورتفوليو هو الدليل انك قادر تمسك مشروع وقادر انك تنفذه. وهوبا فجأة علوة قال أنا جاهز أجيب شغل. دخل مواقع الفريلانس وبعت رسائل. رسالة رقم 1 مفيش رد، رسالة رقم 10 مفيش رد، رسالة رقم 30 مفيش رد، رسالة رقم 50 مفيش رد. بدأ يحبط علوة، لكن لما راجع الرسائل اكتشف إنها كلها شبه بعض. مرحبا، أنا فلاتر ديفلوبر، ممكن أعمل لك الآب. ودي رسالة أي حد يقدر يكتبها. فغير طريقته، بدأ يقرأ طلب العميل كويس. لو العميل عايز تطبيق حجز يبعتله: أنا فاهم إنك محتاج تطبيق فيه حجز ومواعيد وإشعارات.
أقترح نقسمه ل3 أجزاء: شاشة مستخدم، لوحة إدارة، وتنبيهات. أقدر أبدأ لك MVP بسيط عن المشروع. هنا العميل حس إن علوة فاهم، مش بيترجم رسالة جاهزة. بعد محاولات كتير جه أول رد: عميل صغنطوط كده عايز تعديل في تطبيق فلاتر، مشروع بسيط، مبلغ صغير وليكن $100. علوة في اللحظة دي كان فرحان جدا وكأنه قبض 1,000,000 جنيه، مش عشان الرقم كبير لكن عشان ده أول إثبات إن المهارة ممكن تتحول لفلوس. اشتغل على المهمة، سلم، اتوتر، راجع 1000 مرة. العميل قال له جود جوب. وهنا علوة فهم إن أول دولار مش نهاية الرحلة، أول دولار هو بداية الثقة وبداية الرحلة. بعدها بدأ يشتغل على مشاريع أكبر: $100 في $200 في $500. مش كل شهر كان مثالي، مش كل عميل كان سهل، لكن الطريق بدأ يتفتح. علوة كان فاكر إن الفلوس بتيجي من إنه يعرف فلاتر، لكن بعد أول كام مشروع فهم الحقيقة: الفلوس مش جاية من الكود نفسه، الفلوس جاية من إنك بتحل مشكلة. العميل مش مهتم إنك استخدمت بروفايدر ولا بلوك، مش مهتم كتبت كلين اركتكتشر ولا كلين كود ولا لأ. في البداية العميل مهتم هل التطبيق هيشتغل، هل هيساعده يبيع، هل هو هيوفر وقته، هل هيحل مشكلته، هل هيطلع بشكل محترم. كل ما تفهم البيزنس هتسعر أحسن، كل ما تفهم العميل هتبيع أحسن، كل ما تتكلم بلغة النتيجة هتدخل مشاريع أكبر. وهنا علوة بدأ يفكر كمهندس مش طالب. بعد فترة علوة بدأ يتغير، ما بقاش يسأل أتعلم إيه بعد كده، بقى يسأل إزاي أبني نظام صح. بدأ يهتم بالاركتكتشر والاي بي ايز والسكيورتي والستيت مانجمنت والايرور هاندلنج والبرفورمانس والتستنج والديبلويمنت واليوزر اكسبيرينس. وبدأ يعرف ان التطبيق مش شاشات بس، التطبيق الحقيقي وراه باك اند وداتابيز واوثنتيكيشنز وبيرميشنز ونوتيفيكيشنز وبيمنت وداشبورد ومينتيننس. وهنا علوة بدأ يتحول من مجرد منفذ لشاشات لشخص يفهم مشروع كامل. ودي النقلة اللي بتفرق في السعر والدخل. خلينا نكون واقعيين: علوة ما بقاش غني في 6 شهور، وما بقاش بيقبض $10,000 وهو نايم، لكن علوة بقى عنده حاجة أهم: مهارة، بورتفوليو، ثقة، أول عملاء، فهم للسوق، وقدرة إنه يطور نفسه. بعد سنة علوة اللي كان تايه بين الكورسات بقى يقدر يقول: أنا فلاتر ديفلوبر، أقدر أبني تطبيق كامل، أتعامل مع اي بي اي، أرفع التطبيق وأفهم احتياج العميل. وده مش سحر، ده نتيجة طريق واضح. لو انت مكان علوة وعايز تبدأ برمجة من الصفر، اسمع مني الخلاصة دي: ما تبدأش عشوائي، ما تغيرش المجال كل أسبوع، ما تتفرجش على كورسات للأبد، ما تستعجلش الفلوس قبل المهارة، وما تقارنش بدايتك بمنتصف رحلة غيرك. اختار تراك واحد، اتعلم الأساسيات، ابني مشاريع صغيرة، اعمل بورتفوليو، انشر شغلك، قدم على فرص كتير، اتعلم تبيع نفسك، وافهم ان العميل بيدفع عشان يحل مشكلة، مش عشان انك بتكتب كود. اول دولار مش بيجي للناس الاذكى، بيجي للناس اللي بدأت غلطت عدلت وكملت. والسؤال ليك: لو علوة بدأ من الصفر ووصل لأول دخل بالدولار، ايه اللي منعك تبدأ انت النهاردة؟